صباح الخير. اليوم يوم الجمعة بدنا نعمل لك النفس أرجيلي تفاحة على رواق نسلطن فيه معه مع كاسة المتي. طريقة عمل نفس الأرجيلي بالتفاحة: بتجيبها لعلبة المعسل، بتحط حتت ما انه بتحط كبتولات مشان ما ينحرق النفس. نفس التفاحة بده رواق وجلسة كويسة. ليك هين ليك الذهب الأصفر، ليك بقول روحوا من هون العبوا هونيك ولا نحن ما نقول يوم جمعة رواق بدنا نريح. ليك يا معلم، ما هي حطيته هيك، ليك الذهب الاصفر ليك. ها بتجيب شوك ابري حصرا من هالنوعي، تفردن فرد على داير الحنجور. شايف عليه شلون الحنجور بده يكون معتق. ها بتجيبها للسلوفاني، الذهب اللي بيلمع بالجهه تحت هيك التفاحه بدي، وبتعملها هالعمليه. طبعا الفحم بيكون محطوط وين؟ بالصف يريح. فحم عجيز سنديان حصرا، بتبرمها هالبرمي وبتجيبها لشوكه القنفذ. حصرا شوكه قنفذ لمعسل التفاحه، من قنفذ جبناها. بتسقبها بطريقة هالتسقيب هيك، وبتبردها هالبردة هيك، وبتشكها فورا وين؟ بالأرجيلة. طبعا النبريج عمرك بتكون مغيره، بده يكون مخمر. هيك شو بتعمل هون؟ بتجيبوا لفحم بتحط الشبك عفوا الشبك بيكون من سياج بتقصوه، وبتحط الفحم المريح وبتتركه لمدة دقيقة. بتعير دقيقة بالتمام وبالكمال ياخذ النفس مفعوله. دقيقة تماما، دقيقة من دقيقة لدقيقتين. شايف علي شلون؟ تتركها بتصلتن بتصب هالكاسة المتي. الله، اشرب قهوة يا اخي. التفاحة بدها رواق. هلا بعد ما مضي دقيقة بتجي بتسحب وانت مسلطة. الله، ما عندك عمل لها رواق.